السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة مطبخ اليوم. مرحبا بكم عندي اليوم. جيتكم فيديو جديد، غادي نحضر معكم طحين ديال السفوف. غادي نحضروا معكم في الدار. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، غادي نوريكم الطريقة سهلة. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا 2 كيلو ديال الطحين الفورص، والفورص رطب، ضروري يكون رطب ونوعية مزيانة. ضروري الطحين يكون نوعية مزيانة ديال السفوف. المهم لكم الاختيار، بغيتو ديروا الطحين الزرع، بغيتو ديروا الطحين ديال الشعير. انا كندير طحين رطب. هنايا غادي نخوي كيلو في الطاوة. هنايا ما غاديش نديرو كامل، كل طاوة ندير فيها كيلو، حيت الا درنا طحين بزاف هكا ما كيتحمرش لينا دغيا، كيعذبنا. كنديرو كيلو بكيلو وكنحصلوا على اللون اللي بغينا. صافي كنسرحوا في الطاوه. انا غادي نشارك معكم في الفران ديال الضوء والفران ديال الغاز. الطريقه ديال الفران ديال الغاز انا غنوريها لكم. هنايا الكيلو الثاني غادي نخويه في الطاوه ونسرحه مزيان، الفرارن بجوج يكونوا شاعلين سخونين. الفران من قبل يكون شاعل سخون، ضروري الفران يكون سخون، والفران يكون نقي ممسوح مزيان مغسول، باش هكا الطحين ديالكم كيجيكم زوين، ما كيجيش فيه شي مذاق. هنايا الطاوه المدوره خشيتها في الفران ديال الضوء شاعل من قبل على درجه الحراره 150. هنايا الطاوه المربعه خشيتها في الفران ديال الغاز. الفران ديال الغاز كيكون سخون من قبل. ملي كتخشيو الطاوه ديالكم كتنقصوا ليه البوطه باش هكا الطحين ديالكم ما كيتحرقش وما كيجيش فيه المذاق مر. وكتخليو الطاوه غير الفوق، الفران ديال الغاز كتخليوها غير الفوق وكتبقاو مراقبينها، ما كتحبسوش عليها من التحراك حتى كتحصلوا على اللون اللي بغيتو، عاد كتهبطوها لتحت. ها هي الطاوه اللي في الفران ديال الضوء، كنكونوا مشعلين عليها الفوق والتحت وما كتحبسوش من التحراك، كتبقاو تحركوا. راه ملي كيكون الفران سخون دغيا الطحين ديالكم كيتحمر، ما كيديش لكم وقت طويل وما كيعذبكمش. ما ديروا حتى حاجه اخرى ملي تكونوا خاشين الطحين، بقاو مقابلين غير الطحين. ها هي الطاوه ديال الفران ديال الغاز، ها هو بدا كيتحمر، بدينا كنحصلوا على اللوين اللي بغينا حتى كيتحمر مزيان. عاد كنهبطوه لتحت، كنخليوه باقي الفوق بلاتي ونهبطوه. ها هو الطحين ديالنا بدا كيتحمر، كنحصلوا على اللوين اللي بغينا، كيولي مذهب. ملي كيولي لينا مذهب راه كنعرفوه الطحين طاب. دابا هنايا الطاوه اللي في الفران ديال الغاز انا غادي نهبطها لتحت ونقص عليها البوطه. ما كتخليوش البوطه مجهده، كتنقصوها في مره، حيت الا خليتوها مجهده الطحين ديالكم غادي تلهب وما غاديش يجي زوين، يجي لكم في السفوف المذاق خايب. صافي هنايا هبطتها وغادي نقص عليها البوطه، نخليها عيش شميعه وما نغفلوش عليه. ها هو الطحين ديالنا راه طاب، غير ما كيبانش في الكاميرا مزيان، كيبان بحال الابيض، هو راه طاب والذهب. راه ملي كتخرجوا الطاوه باقا سخونه كيزيد باقي يرجع عليها الصهد وكيزيد الطحين ديالكم يتحمر. ها هو الطحين ديالنا تبارك الله وجد، ما داش ليا وقت طويل، ساعه المكانه ولا ما كاملاش
حمرت فيها 2 كيلو ديال الطحين. كتحصلوا على اللوي اللي بغيتو. هذا هو خصو يكون على هذا الشكل هذا. الطحين ديالكم ما تحرقوهش بزاف وما تخليوهش بيض. كيولي مذهب صافي كتخرجوه. ها هي الطاوه ديالنا ديال الغاز، الفران ديال الغاز حتى هي وجدات بحال في اللون. وملي كتبقاو مقابلينه بالتحراك ما كيتكورش ليكم الطحين ديالكم بزاف. دابا هنايا غادي نخليوه حتى يبرد. من بعد ما يبرد ديك الساعات غنغربلوه. ها هو الطحين ديالنا دابا راه برد. غادي نجيبو قصريه وغربال يكونوا العوينات ديالو صغارين، وغادي نبداو نغربلو. وهذوك الكويرات اللي كيكونوا ما كنحاولوش نحكوهم مع الغربال، كنبقاو نضغطوا عليهم بصبعاننا باش هكا، حيت هما كيوليو طحين كيكونوا مكورين، وإلا حكيتوهم غير كيتحكوا ويهبطوا ما كيوليوش طحين، كيبقاو مكتلين. هكا غادي نبقاو مستمرين في التغربيل حتى كنغربلو الطحين ديالنا كامل. الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم السفوف بالطريقه ديالي، الطريقه البلديه التقليديه. غادي نحضر معكم السفوف ديال الامهات ديالنا ديال جدودنا ان شاء الله، السفوف بالقوام ديالو. ملي كتجيو تحضروا الصفوف ديالكم ضروري كتعاودوه بالتغربيل، واخا كتكونوا غربلتوه دابا. ملي كتجيو تصايبوا الصفوف ديالكم كتغربلوه باش هكا الا دازت شي حاجه ما رديتوش ليها البال ضروري كتعاودوا تغربلوه. هذه هي احسن طريقه ديال الطحين، التحمار ديالو في الفران. دابا من بعد ما بقاو لينا هذوك الكويرات كتجيبوهم خويتهم في الطبسيل وكنضغط عليهم بالمعلقه، كنضغط عليهم حتى كيرجعوا الطحين ما كيبقاوش مكورين. كنغربلهم عاوتاني داكشي اللي كيبقى كنولي نرجعو في الطبسيل وكنبقى نضغط بالمعلقه باش هكا الطحين ديالكم ما كيضيعش بزاف، كيبقى غير شي شويه ماشي مشكل. عاوتاني كنبقاو راه ساهل دغيا كيتضغط، كنبقاو نضغطوا عليه هكا حتى كيولي طحين. عاود كنغربلوه باش ما نضيعوش الطحين ديالنا. الا درنا 2 كيلو كتبقى لينا 2 كيلو ما كتضيعش. صافي ها هي 2 كيلو، بقى منها غير هاد شويه، هذا ماشي مشكل واخا نحيدوه. ها هو الطحين ديالنا واجد محمر بالصحه والراحه. ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه، خليوا لي لايك، خليوا لي شي تعليق زوين بحالكم.